السلام عليكم يا حبايبنا. دي قناة جديدة ببرنامج جديد اسمه كالتش محلي. هنتكلم فيه عن الكورة وتكتيكاتها وحركاتها. وما لقيناش أحلى من دي بداية إننا نتكلم عن منتخب مصر وهو بيصعد كأس العالم إن شاء الله. طبعا بعد زيادة عدد منتخبات كأس العالم، وخصوصا مقاعد أفريقيا اللي زادوا من 5 مقاعد ل9. وفيه برضه واحد إضافي هيروح يلعب لسه ملحق بقى مع قارة آسيا أمريكا الشمالية يعني. وقارة أوكوانوسيا اللي هي في أستراليا ونيوزيلندا. والله ما أعرف فيه مين تاني. حاليا المنتخب المصري ضمن في أسوأ الأحوال إنه هيدخل الملحق ده. بس لو النهاردة كسب فهو خلاص رسمي فهمي نظمي عزمي بقى في بطولة كأس العالم. وهنغني كلنا إحنا وراك يا عم. واللي كان نفسي يدرب المنتخب المصري من بعد الكابتن حسن شحاتة، بس بعد ما عدى الفترة دي كلها ما بقتش عارف قيم قوي هو فين. لأن خلال السنين دي كلها الكورة اتطورت وما بقتش بتتلعب بالقلب قوي. والجرينتا اللي كانت زمان كافية تكسبك بطولات دلوقتي بقى فيه تكتيكات جديدة، وشغل الدوري المصري كله بقى بعيد عنه. بس حتى موضوع القلب ده ما بقتش عارف اخد منه موقف. في ماتش اثيوبيا عجبني قوي ان حشر اثيوبيا في منطقتها وهتك يشوط ورفعات ويطير الباكات وحاجه كده كلها القوى الغاشمه، واللي بصراحه كيفتنا على الاخر. حاجه كده اضرب في المربوط يخاف السيد. واحنا جايين لك افريقيا، بس يطلع كده خبر اننا جالنا فرصه لعب قدام على البرازيل، وحاجه كده تديك دفعه لو عملت ماتش جامد، وتقدر تخليك تجرب اداء علشان لو وقعت في وش منتخب زي المغرب تبقى عامل حساب. بس يطلع بقى شويه كلام يفكرنا بفتره حسام البدري الله لا يعوضها، لما رفض يلعب كضيف في بطوله الكوبا امريكا. ودلوقتي الكاب حسام حسن رفض وعايز يلاعب مالي عشان هو افريقي. بعيدا ان سواء منطقي ولا لا، بس الواحد وحش يشوف منتخبه بيلعب ماتش قوي، ويشوف لعيبته المحترفه وهي بتشرف مصر قصاد منتخبات الصف. عاملين كده زي الاب اللي عنده ولاد مشرفينه وعايز يتفشخر بيهم. بس يلا خلينا نشوف لما يجي وقت الكلام عن افريقيا يبقى الكل حادث حديث. دلوقتي بعد ما عرفنا اننا لو كسبنا خلاص يا باشا بقينا في كاس العالم خلاص، تعالى بقى نشوف هنلعب ازاي. هل الكابتن حسام حسن هيلعب زي ماتش اثيوبيا ويلا نلعب ب 4-1-5، واللي كانت على ارض الواقع في الماتش بتلاقيها 2-1-7 بعد ما يطير محمد هاني ومحمد حمدي؟ هل بوركينا هتسمح لك تلعب كده، وخصوصا ان عندهم لعيبه عيار تقيل بيلعبوا بريمير ليج ودوري الماني ومنهم اللي في الدوري المصري زي بلاتي توريه اللي في بيراميدز؟ فيلا ناخد فكره عن تشكيل بوركينا. في حراسه المرمى عندهم هارفي كوفي اللي لعب لليل ولانس ودلوقتي في انجرز اللي في الدوري الفرنسي. وقلبي الدفاع دايو اللي بيلعب في ام صلال القطري، وتبسوبة اللي بيلعب في ليفركوزن واللي هيبقى قادر يوقف صلاح او مرموش في كور كتير. والباك اليمين بتاعهم عيسى كابوريه اللي كان باك يمين مانشستر سيتي واللي دلوقتي بيلعب في الشامبيونشيب، بس اكيد عنده اساسيات الكوره اللي تخليه صخره في دفاعات بوركينا. وباك شمال عبد الرشيد ايندي لاعب جنت البلجيكي، وبيلعب قصاد خط الدفاع اللي بكل الاشكال اتقل بكتير من خط دفاع المنتخب المصري. واقف قصادهم واحد من افضل لعيبه خط النص الدفاعي، مش في الدوري المصري بس، لا في بطوله افريقيا برضه، بعد ما خد البطوله مع بيراميدز الموسم اللي فات، واللي اتعود على اللعب على زيزو وتريزيجيه، واللي كان لسه كاسبهم في الدوري المصري لما كسبوا الاهلي 2-0. ايوه انت عرفته، هو بلاتو تريه. وبيلعب قصاده اتنين خط وسط 8، خوسيه تنتربيوجو وهو نسبيا لعيب متواضع بيلعب في دوري الدرجه التانية الفرنسي بس لسه صغير ويمكن يفاجئنا بماتش. وجنبه سيدو سيمبوريه اللي بيلعب مع البنك الاهلي ومتعود على اللعب على اللعبه المصريه وفاهمهم كويس. وجناح شمال سيريكو ايريه اللي بيلعب في فيربوك الالماني واللي عنده 20 سنه بس، واللي بيتميز بسرعته العاليه. ولا الجناح الشمال دانجو اوتارو اللي بيلعب اساسي مع برينفورد، واكيد مستواه عالي جدا بالسرعات اللي في الدوري الانجليزي. يمكن راس حربة بيلعب في الدوري الروسي، بس بطوله الكبير اللي معدي ال 190 سنتي هيعاني منه دفاعنا القصير نسبيا زي رامي ربيعة ولا خالد صبحي. فيا عزيزي انا بشفق على الكابتن حسام حسن اللي الكل مستنيه يدخل يجيب التلاتة بونت ويصعدنا النهارده واحنا رايحين نلعب فريق تقيل جدا جدا. لا ومش بس كده، هنلعبه في ملعبه وسط جمهوره اللي بقاله 7 سنين مشتاق يشوف منتخبه بيلعب على ارضه. يلا بينا نشوف الشكل التكتيكي اللي لعبنا بيه قصاد اثيوبيا، ويلا نتوقع ايه الايجابيات والعيوب، وهل الكاب حسام حسن هيتداركها ولا لا. نبتدي في الحراسه بمحمد الشناوي اللي لم يختبر غير في كرة واحدة بس في الماتش اللي فات، واللي اتمنى انه لو هيلعب يفرد ايده بدل ما هي ما بتفرقش جسمه. رغم اني اتمنى اشوف محمد صبحي
اللي عامل اداء خرافي مع الزمالك، وبجد الفتره الاخيره واخد ثقه كبيره جدا بسبب ثباته كحارس اساسي واول في الزمالك. وقصاده قلبين دفاع، رامي ربيعه وخالد صبحي لاعب المصري البورسعيدي، اللي اكيد كابتن حسام حسن شاف اداؤه مع المصري، واكيد ليه جزء كبير من انه مخلي فريقه في صداره الدوري المصري لحد دلوقتي بعد مرور 5 جولات، ودي حاجه عظيمه جدا. وفي اليمين محمد هاني، وعلى الشمال محمد حمدي، اللي كان عامل مباراة 10/10 الماتش اللي فات، وتركيزه التكتيكي خطير. وقصادهم رجل المباراة بالنسبة لي، اللي غيابه بسبب الإصابة هيأثر جامد جدا جدا على أداء المنتخب الماتش الجاي هجوميا، لأن هو كان بيقول لهم يا باشا روح هاجم، وأنا شايل وراكم الكورة اللي هتتقطع منكم في لحظة واحدة، هرجعها لكم، مش هسيبها تتحول هجمة خطير. وهو حمدي فتحي، اللي دايما بيديك أداء متزن. وقصاده 2 خط نص بيلعبوا صانعي لعب، وهم زيزو وتريزيجيه. وجناحين مصر العالميين صلاح ومرموش، وبينهم أسامة فيصل، اللي حسام حسن واجه انتقادات كتير قوي بسبب انه سايب مصطفى محمد بره، واللي انا عكس الكل شايف انه اختيار ممتاز. مش بسبب انه افضل من مصطفى محمد، لا اكيد، ولكن ما بين 2 نجوم زي صلاح ومرموش هتحتاج لعب اقل منهم نجوميا عشان يحصل دمج بين جناحين الملعب ويحصل تكامل. الا ان ده مش هينفع خالص ونهائي قصاد فريق زي بوركينا، اللي هتحتاج فيه راس حربة دباح زي الاناكوندا كده. انا شايف ان العميد هيبدا بيه النهارده، وده يودينا على التشكيل المتوقع لمنتخب مصر، اللي هيبقى في حراسه المرمى الشناوي برضو زي ما هو، وقصاده ربيع وخالد صبحي قلبين دفاع، وعلى اليمين هاني والشمال محمد حمدي. وعلى عكس الماتش اللي فات هنلعب باتنين ارتكاز، مهند لاشين ودونجا، ودول اقل واجب علشان يعوضوا حمدي فتحي. وقصادهم زيزو، وعلى اليمين صلاح والشمال تريزيجيه، وما بينهم راس حربة عمر مرموش. بتمنى من كل قلبي تأهل المنتخب المصري النهارده ويبقى رابع المنتخبات العربية اللي تصعد لكأس العالم بعد الأردن والمغرب وتونس، ونشوف شكل جميل للمنتخب المصري مع كابتن حسام حسن، اللي فرحنا مع المنتخب وهو لاعب، وبقى الهداف التاريخي للمنتخب ب 69 جول. عايزين بقى نشوف شكل المنتخب ونشوف كرة من اللي بنحبها تفكرنا بجيل أبو تريكة وزيدان، هما بيلعبوا البرازيل تيكي تاكا الغلابة كده. نسيبكم بقى مع التوتر ده لحد الماتش الساعة 7 النهارده. يلا سلام.